من بعد الاداء الخيالي ديال المنتخب الوطني المغربي في كاس العالم قطر 2022 اللي ولا هو رابع العالم، كلشي كان كيتسنى اللعابه ديالنا فين غادي يلعبوا هذا الموسم هذا، حيت هذا الموسم هذا في الانتقالات فهو كان موسم خرافي وعالمي، وخاصه من جانب الانديه السعوديه اللي خلقات الحدث هذا الموسم، حيث ضمات مجموعه من النجوم الكبار على راسهم نيمار، بنزيما، كانتي وياسين بونو واللائحه طويله. لذلك في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على اللعابه المغاربه في السوق الانتقالات، ايضا غادي نهضروا على اللاعبين الاجانب اللي مشاو بمبالغ خياليه. يلا دير شي لايك وفولو وصلي على نبينا محمد عليه افضل الصلوات وتابونا راه فافور. ليتس جو. ونبداو باول واحد اللي هو الحارس ياسين بونو، اللي تألق هذا الموسم هذا مع الفريق اشبيليه ومع المنتخب الوطني، حيث كان له دور كبير في تأهل المنتخب الوطني، وخاصه المباراه ديال اسبانيا اللي تعملق فيها ياسين. وعلى حسب الصحف العالميه فياسين بونو فهو توصل بعرضين من ريال مدريد وبايرن ميونخ، وتقول بعض التقارير على انه رفض هاد العروض هادو حيث انه غادي يشارك مع المنتخب الوطني في كاس افريقيا في شهر واحد. فياسين بونو في بلاصتو ما مضموناش في ريال مدريد، حيث الى رجع كورتوا فراه غادي يرجع احتياطي، وكذلك حتى في البايرن فمني غادي يرجع نوير غادي يرجع احتياطي، دونك غادي يقل المستوى. وهنا ياسين بونو غادي يجي عرض خيالي من عند الهلال السعودي اللي دفعات ليه تقريبا 21 مليون يورو، وبصالير كيوصل 12 مليار للعام، اي انه غادي يشد الدوبل ديال داكشي اللي كان كيشدو، حيت في اشبيليه كان كيشد فقط 900 مليون في العام. وسيدي هنايا داكشي اللي كان كيشدو في عام في اشبيليه غيولي يشد اكثر منه في شهر واحد مع الهلال. سيدي هنا ياسين بونو كينتقل للهلال ب 21 مليون يورو، كنتمناو ليه. ثاني واحد غادي نهضروا عليه اللي هو والد شديره، اللي صدم كاع المغاربه، حتى شي واحد ما كان كيتوقع ان والد شديره غادي يسيني في نابولي اللي وصلت 7 مليون يورو، وقررت على انه نابولي باش يتحكم مزيان صيفطاتو اعاده، فهي غادي تنفع شديره مزيان بحيث غيلعب فرقه انها كتلعب في السيري، يكتسب الخبره وغادي يتحكم مزيان، بحكم انه قدر العام الجاي ان اوسيمين يقدر يمشي ويعوضوا شديد. دابا لسليم املاح اللي انتقل الى فالنسيا، هذا اللاعب هذا اللي ما خداش حقه صراحه، فهو كان من جنود الخفاء تألقوا في كاس العالم اللي داز، وكان عنده دور كبير في البوست اللي كان كيلعب. سليم املاح من بعد الهبوط الفريق ديالو اللي هو بلد الوليد الى الدرجه الثانيه من الدوري الاسباني، قرر على انه يمشي لفالونس براتب اللي كيوصل تقريبا 150 مليون الموسم واحد. بقاو سيدي مع بلد الوليد اللي ايضا عرفت المغادره ديال جواد اليميق الى الوحده السعوديه براتب اللي كيوصل تقريبا كاين اللي كيقول لك 1.5 مليون يورو الى 2 مليون يورو. هنا كنظن على انه راتب مزيان، فهو كيتقاضى اكثر من داكشي اللي كان كيتقاضى في بلد الوالد. وسيدي اجي نبداو بابرز 3 الصفقات اللي كانوا في هذا الميركاتو هذا من جانب المغاربه. وسيدي نبداو باول واحد اللي هو الزلزولي اللي مشى ريال بيتيس بعقد حتى لسنه 2028. الصفقه وصلت تقريبا 10 مليون يورو، وفي حاله الزلزولي تباع مستقبلا فالبارسا عنده 50% من النسبه. بالنسبه لي الاختيار اللي دار الزلزولي فهو اختيار صائب. علاش؟ فالبارسا دارت واحد تعاقدات اللي هي مزيانه، وخاصه في الجانب ديالو اللي جابوا جواو فيليكس. فهنا القرار ديال الزلزولي بمغادره النادي فهو قرار صائب باش يزيد يخدم على راسو ويطور من راسو. السيد راه عنده موهبه كبيره خصو غير يزيد يسقلها، حيت راه محتاجينه في كاس افريقيا اللي جايه. اجي دابا ندوزو عند محبوب الجماهير اللي هو حكيم زياش، اللي المغاربه كاملين كانوا خايفين على المستقبل ديال حكيم زياش اكثر من المستقبل ديالو. وسيدي من بعد المعاناه والتهميش اللي تعرض ليها زياش تشيلسي، واخيرا كيوقع الكالاتا سراي الموسم واحد الاعاره مع احقيه الشراء. كلشي شاف كيفاش تقدم زياش عند الجمهور. Hakim Ziyech tribünde, ultrasların içinde yeni transfer. Bütün tribüne üçlüyü böyle çektiriyor. Galatasaray'a transferi gündeme geldiği anda Orta Doğu muhabirimize biz doğru mu söylüyoruz? Futbolcunun telaffuz ismi. وهنا زياش غادي يلعب مع بطل تركيا واللي ايضا تاهل للمجموعات ديال دوري ابطال، حيت زياش غادي تكون ليه مواجهه مع المغاربه في دوري ابطال اوروبا، حيت غيواجه مزراوي وامرا. وهنا كنتمناو التوفيق لزياش، حيت انه لاعب تعرض لمجموعه من الضغوطات خاصه في هذه السنه هذه، حيت العالم كامل كلشي كان كيهضر على زياش انه غادي يمشي للنصر
كلشي بدا كيهضر على داك المشكل ديال الركبه، ناض زياش كذاب كلشي، ولكن الحمد لله جا هاد العرض ديال غالاتا سراي فهو بالنسبه ليه مزيان يخليه يرجع الفورمه ديالو، وان شاء الله نشوفوا زياش ديال اياكس. الراتب ديال زياش هنايا غادي يكون 3 مليون يورو. اجي دابا ندويو على اللعاب اللي دار البلباله، وخاصه 3 ايام الاخرى ديال سوق الانتقالات، حيت ان المغاربه كانوا حتى هما خايفين على المستقبل ديالو اكثر من المستقبل ديالو. وهنا من بعد طول الانتظار فامرابط فهو كيوقع لمانشستر يونايتد على سبيل اعاره. هادشي راه مع حقيه الشراء، الاعاره كانت ب10 مليون يورو. هنا اليونايتد الا بغاو يشريو امرابط فخصهم يدفعوا 20 مليون يورو زائد 5 مليون يورو اضافات في حاله سيناو عقد طويل الامد مع سفيان امرابط. كيف ما اكد فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق اللي ولا كلشي كيتيق فيه على انه امرابط فهو رفض جميع العروض من الانديه السعوديه من فولهام في سبيل على انه يمشي لمان يونايتد. وهنا غادي نشوفوا واحد البلباله اللي غادي تكون ما بين كازيميرو وامرابط، اللي الصراحه الا مشاو تلعبوا بجوج فراه غادي يكون واحد الجدار صعيب دوز منه. اللي كيبقى فينا عليه الحال هو انه امرابط كاين شي لعابه اللي اقل منه مستوى اللي تباعوا بمبالغ خياليه، وامرابط اللي بقى كيتسنى غير العرض ديال مانشستر يونايتد، يعني بحال الامكانيات ديال امرابط فراه خصو يدفع فيه، يعني اللي اثمنه اللي شويه طالع. وهنا كنكونوا سالينا الملف ديال اللعابه ديال المغاربه في سوق الانتقالات. اجي ندوزو دابا اللعابه اللي تباعوا باثمنه خياليه، والى نسيت شي واحد خليو ليا في التعارف. اول واحد غادي نبداو به هو روبن نيفيز اللي مشى ب 55 مليون يورو من الولفز الى الهلال السعودي، من بعد ما كان على مشارف انتقال برشلونه، الى ان العرض الخيالي ديال الهلال فعجل الانتقال ديالو الى الهلال. وثاني واحد اللي هو مالكوم اللي انتقل للهلال ب 60 مليون يورو قادم من زينيت سان بيترسبورغ. وما نساوش ايضا مانويل اوغارتي اللي مشى لباريس سان جيرمان ب 60 مليون يورو، وايضا نكونكو اللي مشى من لايبزيغ الى تشيلسي ب 60 مليون يورو. ونيوكاسل اللي تعاقد مع تونالي القادم من ميلان ب 64 مليون يورو. زيدوا معاه حتى ماونت اللي مشى من تشيلسي الى مانشستر يونايتد ب 64 مليون يورو بعقد حتى لسنه 2028. دابا غادي نهضروا على التوب 5 ديال اللعابه اللي تباعوا بمبالغ خياليه. المركز الخامس كيجي دومينيك سوبوسلاي اللي مشى ليفربول ب 70 مليون يورو اللي جا من فريق لايبزيغ. نزيدوا معاه حتى الكاي هافرتز اللي جا من تشيلسي الى الارسنال ب 75 مليون يورو. ندوزو الرابع واحد اللي هو نيمار اللي تعتبرات صفقه الموسم، حيت نيمار العقد ديالو فهو فيه بزاف المزايا اللي كتبان لك غريبه شويه. على حسب الصحف العالميه فنيمار كيقول لك تباع ما بين 80 حتى 100 مليون يورو. ثالث واحد اللي هو جود بيلينغهام اللي مشى من بروسيا دورتموند الى ريال مدريد الصفقه اللي وصلت ل 103 مليون يورو. الصفقه هذه فهي كتعتبر ايضا من اغلى الصفقات اللي دازوا في النادي الملكي. على حسب الراي ديالي فهاد الصفقه هذه فهي احسن صفقه كانت في هاد الانتقالات كاملين بعد الاداء الخرافي اللي مقدمه بيلينغهام مع ريال مدريد. وندوزو دابا لجوج اغلى صفقات اللي كانوا في العالم. اول واحد غادي نبداو به هو كايسيدو اللي جا لتشيلسي ب 116 مليون يورو. اخر واحد اللي هو ديكلان رايس اللي مشى من ويست هام الى الارسنال ب 116 مليون يورو. شي كان كيقول على انه ديكلان رايس انه غادي يمشي لمانشستر سيتي، ولكن العرض اللي قدمت ليه الارسنال فراه كان خيال. من هنا اصدقائي كنوصلوا لنهايه الفيديو. الى شي لعابه نسيناهم خليهم لي في التعليق، نتشاركوا جميع الانتقالات اللي كانت هذا العام هذا. بيس.